السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم قناة أم ربيعة. اليوم إن شاء الله في فيديو جديد غادي نحضر معكم حسوة بالبولة ديال الشعير، كتجي أحسن من رائعة مع هاد البرد. ساهلة في التحضير، أنا نسمتها بالأعشاب ورافقتها بالتمر. ما نطولش عليكم، ندوزو المقادير وطريقة التحضير. خديت بصله حكيتها، خديت 2 فصوص ثوم حكيتهم، شويه الملح شويه البزار، خديت الحلبه والحبه السوداء وحب رشاد، وعندي الزعتر وعندي البلبوله الرقيقه. تقدروا نتوما ديروا البلبوله الغليظه، انا درت الرقيقه كطيب دغيا. خديت طنجره ضغط، درت ليها البصله كيف ما كتشوفوا معايا، درت البصله. من بعد غادي نضيف الثومه، غادي نضيف شويه الملح وشويه البزار، غادي نضيف شويه زيت العود، درت الحلبه وحبه السوداء وحب رشاد، غير شويه شويه كتجي زوينه بهاد الاعشاب صراحه. انا درت الماء الكافي اللي غطيب ليا فيه البلبوله. صراحه البنات كتجي زوينه مع هاد البرد. غادي نضيف البلبوله، انا غسلتها وخليتها تسقطر. غادي نحرك البلبوله والاعشاب والماء، حركهم جيدا. غادي نضيف لهم شويه الزعتر حكيته بين ايديا، وغادي نشعل على الطيب عافيه مهيله. من بعد ما طابت ضفت لها الحليب، كتجي خاتره وزوينه البنات. من بعد ما وجدات انا قدمتها مع التمر. بالصحه والراحه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. إلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على جيم.